المغرب. التقارير الدولية تقول ثاني بلد في العالم المغرب في الدعارة. للأسف أوصلوا المرأة العربية أن تأكل بالثديين. أوصلوا المرأة العربية أن تأكل بالثديين. لن يحدث في التاريخ. ثاني بلد تقرير دولي بعد تايلاند بعد المغرب. هذا رمي المحصنات بالباطل. ثاني بلد في العالم بعد المغرب. هذا موضوع. لأن واحد كان في المغرب، والمغرب دي يعني تلاقي مثلا 10 مغاربة فيهم 8 يهود. والديانة اليهودية بتبيح لليهودي في سبيل خدمة اليهودية بتاعتهم دي ومصالحها انه ينتحل اي ديانة تانية. يعني ممكن يسلم يدعي ويبان يبان مسلم ويتصرف في سبيل خدمة الهدف بتاعهم. بالبوش شوية نبال السيسي اللي امه مغربيه، مش عارفين اذا كانت مغربيه اصلا ولا يهوديه، لان اساسا ما فيش في المغرب اساسا جنسيه مغربيه لحد. المغرب دي عباره عن ملجا لقطه، بيلم لقيط من هنا لقيطه من هنا، يهودي من هنا، علماني من هنا، بيلم. كل ده ما يشغلنيش يا استاذ، انا كل اللي شاغلني وعايز اعرفه مخلفات رابعه راحت فين. بسبب مقال. ما هو هذا المقال؟ أن مسؤولين مغاربة شاركوا في عرس لمثليين جنس، يعني المخنثين. مسؤولون تخنثوا فشاركوا في عرس. قامت الدنيا ولم تقعد وفرضوا عليه غرامة نصف مليون يورو. يا سيد العزيز يا حاج، أنا عايز أتجوز والله، تعبت يا حاج. ها؟ أنا عايز أتجوز وأطلع على المغرب آخد شهر عسل. بعدين النوعين كلهم ما حد فيهم يجي يقول لك بالله رحت المغرب، كيف كانت المغرب، تعال حكيني. كلهم عارفين الحكايه حتى اللي ما راح. بس التحيه لدوبا، حسستوني انكم اول مره تسمعوا واحد راح المغرب. كل اللي سويتوه خليتوا منظري وحش هنا. جماعه خلينا نسال، مين هنا راح المغرب؟ جايين توبوا هنا انتوا ناس؟ اسال مين هنا راح المغرب؟ انا ماني شايف، ما في احد راح المغرب. فين؟ ما حاسأل ايش اسمك، وعد. قل لي ايش اكثر حاجة حبيتها في المغرب؟ انا فاكهة فيهم. انا فاكهة يا موكلي. قل لي ايش كمان؟ مطلعين حق واحد مغني مغربي، ما خلصنا من سحر المغرب، اسمه سعد. صلحوا لي يا جماعه والله ما اسمه سعد المجرد. سعد شو اسمه؟ المجرد. ها؟ ايه؟ اسمه شنو ابو عبد الله؟ المجرد سعد المجرد. المجرد ها؟ مجرد ايه؟ المجرد. انا اسميه سعد المجرد. المجرد. الحبيب راح منو داش ولد البقالة راعي البقالة. سعد المجرد المجرد